إسرائيل في صفقة مع المغرب لبناء سدود. من بين السدود قطع المياه على سدود الجزائرية في بشار وفي كثير من المناطق الغربية، لأنه احنا عندنا نسبة كبيرة من المياه التي تغذي السدود الجزائرية في المنطقة الغربية تأتي من الجبال التي نتقاسمها مع المغرب. يعني الأمطار التي تسقط في المغرب سواء في الشمال أو إلى غاية الجنوب تصب في الوديان التي تتجه نحو الجزائر. كاين وديان من المغرب يصبوا الجزائر، تشكيل طبيعي من عند ربي سبحانه، وديان يعطوا للجنوب، يعطوا جهة بشار وجهة حتى تلمسان وجهة يعني مناطق الجزائرية. الآن فيه دراسة لم يتم الإعلان عنها وأنا قريتها في بعض الأبحاث، أنه فيه عقود وفيه دراسة إسرائيلية مغربية أنهم يبنوا سدود بالتزامن مع بناء قواعد عسكرية، بحجة أن السدود هذه تغذي القواعد العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الشرقية للمغرب اللي هي المنطقة الغربية للجزائر. إذن إسرائيل قطعت المياه على العراق وسوريا، وضيقت على مصر والسودان، وتحاول التضييق على دول المغرب العربي خاصة الجزائر.